ليه الزمالك فيه مشاكل وعليه ديون والاهلي ما فيهوش مشاكل ومعلهوش ديون؟ لو بصيت لاحمد سليمان وسيد عبد الحفيظ هتعرف ليه ده ما عندوش مشاكل وليه ده عنده مشاكل. مبدئيا عشان تبقى عارف، الناس اللي بتشتغل في الاهلي من زمان عندهم مصلحة النادي اهم من مصالحهم هم الشخصية. بمعنى ان لو في تعارض بين مصلحته الشخصية ومصلحة النادي بيقدم مصلحة النادي على مصلحته الشخصية. لما بيحصل مشاكل او حاجة بتتحل في الغرف المغلقة، لما مجلس بيسلم مجلس بيسلموا كأن هما الاتنين شغالين مع بعض. لكن الزمالك لما بيحصل في مشكلة او حاجة الدنيا كلها بتعرف. الزمالك لما مجلس بيسلم مجلس بيسلمه بالمحاكم وقواضي، يعني حتى اللي بيسقط في انتخابات ما بيسكتش، لا لازم يرفع قواضي. الفرق بين الاهلي والزمالك زي الفرق بين طريقة احمد سليمان وطريقة سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ لما اتعرض عليه ان او الكابتن الخطيب اتكلم معاه في موضوع ان هو يترشح في مجلس ادارة الاهلي هيستقيل من الام بي سي او استقال من الام بي سي. احمد سليمان لما ترشح في مجلس ادارة الزمالك تمام وهو شغال في الام بي سي رفض يستقيل من الام بي سي. ليه رفض يستقيل؟ قالك ده مصدر دخلي او كلام زي كده. خلاص يبقى انت تخرج من مجلس الاداره، لان انت موجود على قناه فضائيه طبيعي جدا ان هتيجي كلام وهتقول كلام ليه علاقه بمجلس الاداره وحاجات جوه مجلس الاداره الله اعلم اسرار او ايا كان هتطلع بره في الاعلام، فدي مشكله. فانت يا اما انت بتقدم مصلحه النادي على مصلحتك انت الشخصيه تمام، يبقى انت تعمل ايه؟ تستقيل من الام بي سي. طب انت ما استقلتش من الام بي سي ومصمم ان انت تكمل فيها في الام بي سي، يبقى انت ما ترشحش نفسك في مجلس اداره الزمالك او تستقيل من مجلس اداره الزمالك، ما يبقاش فيه تعارض عشان ما يبقاش فيه مشكله. فهو ده الفرق. الناس في الاهلي بتقدم مصلحه النادي على مصالحهم الشخصيه، الناس في الزمالك بتقدم مصالحهم الشخصيه على مصلحه النادي، وده من زمان. فده سبب رئيسي للي موجود فيه الزمالك دلوقتي. الزمالك مديون والزمالك عليه مشاكل تمام، ومجلس الزمالك هو اخر حد معترف بالكلام ده. الدنيا كلها عارفه الكلام ده والدنيا كلها شايفه الكلام ده، ومجلس الزمالك مش معترف بالكلام ده. طب يعني المفروض ان الناس تعمل ايه؟ اللعيبه، جهاز فني، جهاز اداري، يا اخي ده لعيبه الكوره بيستلفوا، ما بالك اللي في الالعاب التانيه. ربنا يكون في عونهم بصراحه. ومش من مصلحة الأهلي أبدا إن الزمالك يبقى مستواه كده. مصلحة الأهلي إن الزمالك يبقى واقف على رجليه وقوي.